أغلبكم أكيد اتفرج على أفلام مصاصين دماء، واسم دراكولا ده عدى عليكم كتير. بس طبعا دي أسطورة لأن مفيش حد بيمص دم حد. فتعالوا نشوف مع بعض سبب التسمية. بيقولك في العصر الفيكتوري كان في مؤلف اسمه برام ستوكر، ألف رواية وكانت رعب وكان كلها تعذيب وقتل، وسماها دراكولا. وليه اختار الاسم ده بالذات؟ لأن كان في حاكم اسمه فلاد الثالث من عيلة اسمها دراكولشتي، وكان لقبه دراكولا، وكان معروف عنه إنه سادي وبيحب التعذيب والقتل. فبرام قالك بس اللقب بتاعه هيكون مناسب جدا اسم للرواية. تعالوا بقى نشوف مين فلاد الثالث ده. فلاد الثالث كان حاكم لمقاطعة اسمها ولاشيا، ودي كانت مقاطعة رومانية، وكان جوه اتحاد اسمه عصبة التنين. الاتحاد ده كان أغلبه حكام ونبلاء من أوروبا الوسطى، وكان معمول علشان يهاجم الدولة العثمانية. وكان لقب فلاد جوه الاتحاد دراكولا، ودراكولا باللاتينية معناها ابن التنين، وبالرومانية الحديثة معناها ابن الشيطان. وتعالوا نشوف الشيطان ابن الشيطان ده عمل ايه. بيقولك في فترة حكمه واللي ما استمرتش كتير قدر يقتل أكتر من 100,000 بني آدم بأسلوب تعذيب اسمه الخزوقة. يعني إيه؟ يعني بيحط الشخص على خازوق سواء خشب أو معدن، وبيفضل الشخص ينزل عليه لحد ما بيطلع من دماغه فبيموت. وطبعا ده أسلوب تعذيب بشع جدا لأنه كان بياخد أيام لحد ما ده يحصل. وكان أغلب اللي بيقتلهم بالطريقة دي، لدرجة إنه أخد لقب فولاذ المخزوق. وأغلب اللي كان بيقتلهم كان من الأتراك والناس المعارضة ليه، لدرجة إنه هجم على منطقة اسمها باراشوفيا وقتل كل السكان اللي فيها، وكان عددهم حوالي 30 ألف بني آدم، لمجرد إن هم كانوا بيعارضوه. وعلقهم كلهم على خوازيق، وفضل يتفرج عليهم وهم بيتعذبوا، وكان مبسوط وفرحان، وكمان كان قاعد بياكل. وساب جثثهم تتعفن، والطيور الجارحة كانت بتاكل منهم، عبرة يعني لمن لا يعتبر، عشان اللي يفكر يعترض عليه بعد كده هيعمل فيه كده. وسنة 1460 السلطان العثماني محمد الفاتح بعت له رسالة إنه عليه جزية متأخرة حوالي 10,000 أكاشيا. والأكاشيا دي كانت عملة الدولة العثمانية قبل ما تتحول وتبقى الليرة التركية. ففلاد قال له اخبط دماغك في الحيط، أنا مش دافع حاجة. علشان يعني هو لو دفع فده معناه إن هو مقتنع إن هو تحت ولاية الدولة العثمانية. فمحمد الفاتح بعت له جيش، كان القائد بتاعه اسمه حمزة باشا، علشان يحاربوا. بس فلاد خلص عليهم كلهم وعلقهم كلهم على خوازيق، وكان أكبر خازوق معمول كان لحمزة باشا بما إنه هو القائد يعني. بس سنة 1476 بعض القادة من الدولة العثمانية قدروا يغتالوا فلاد الثالث في منطقة قريب من بوخارست، وقتلوه وأخدوا راسه وبعتوها لمحمد الفاتح السلطان العثماني. ومحمد الفاتح أخد راسه وعلقها على خازوق خشبي وسط العاصمة العثمانية. برضو عبرة لمن لا يعتبر إن أي حد هيحاول يعادي الدولة العثمانية أو ما يدفعش الجزية هنجيبه ونعلقه من راسه. ودي بقى كانت القصة الحقيقية بتاعة دراكولا، مش أفلام مصاصين الدماء. فيا رب تكونوا اتبسطتوا وتكون القصة عجبتكم.